أيها السيدات والسادة، هيا بنا إلى ليلة من ليالينا الكروية السعودية الروشنية. الأجواء الرائعة جدا مع انطلاق جولة 18، الجولة الأولى في الدور الثاني. الهلال بطلا للشتاء، متصدرا، الفريق الذي لا يتلقى أي خسارة في على مستوى النجاحات بالنسبة لنادي الهلال. نحن نتحدث عن 18 انتصار متتابع، مطارديه يحتفل بالأداء والعروض. الفريق الذي خسر في 26 مباراة لرجال جيسوس. انطلقت المباراة، تذكرون مباراة الذهاب يومها تجلى مابليه ياسر الشهراني، إعادة كرة باتجاه بونو. 10 مباريات، شباك نظيف للخلف من مالكم صاحب 9 أهداف حتى الآن، منها ثلاثية في نادي. قدم من الجهة اليسرى محمد ناجي، لمسة سريعة، انطلاقة لإيكامبي. إيكامبي يتحرك، تغطية كوليبالي كان له بالمرصاد. الكرة بتصل من جديد هنا في الملز في مواجهته أمام الهلال. الكرة بتصل وتسدد، وبونو ينجح في إبعاد الكرة إلى ركلة الزاوية. محاولة كانت من زكريا سامي، هو من سدد بيمناه. الكرة حاول لها بونو بعد أن تغير اتجاهها، ذهبت الكرة إلى ركلة زاوية لمصلحة نلعبها. الكرة توصل على طول، الكرة إلى ركلة مرمى قد أشير لها، وإن كان أيضا فيها راية قد رفعت، أم هي إلى مرمى إلى ركلة تبدو أكثر دفعا من الليالي الماضية. سعود يرسل الكرة ما طالت وما زالت، ومترو الشباك الجانبية. السفاح حاول وبادر، ولكن كرة في النهاية ذهبت إلى الشباك الجانبية. الحاسم حرك مع مالكم، ينقل كرة ياسر الشهراني، تحضير بالراس، الله! سافيتش يظهر الآن ويسجل هدفه السادس في الدوري، وينجح بإعطاء السعادة للزعماء. سافيتش يظهر في الوقت الذي تعتقد أنه سيظهر، فعلا يظهر عندما تنتظره، عندما تنتهي الحلول. التحرك في هذه اللحظات من جديد، وما هو القرار؟ ركلة جزاء، نعم، ركلة جزاء هلالية. سلمان رقم 16 السفاح يضعها في الشباك ويسجل على رقم تاتارو تشانو وعلى يساره. هدف ثاني للزعيم، هدف ثاني للهلال. إلكسندر متروفيتش هذا الهداف، هذا السفاح عندما كان وصيفا للعالم، كان بطلا للقارة. الآن كرة تصل من جديد، وكان قد لعب في خارج ملعبه، وكان قد حضر في خارج. سيستمر كما يبدو من الشتاء حتى الصيف. نقطة، الأهلي يحل ضيفا غدا على الحزم والتعاون كذلك ثالثا. الآن الثالث، نروح للثالث، تعتلي العارضة. كرة مالكم 8 في وقت واحد، يتحرك الآن ميشايل، يتقدم ويرسل كرة، تغطية حاضرة في الجانب الأيمن. سعد أرسل كرة من جديد، ريتشوفياك يخطف كرة، مالكم يتحرك الآن، يفكر، الله على كرة باتجاه سالم، ومترو، يا إلهي، يا لها
بالكرة حيث مروا أمام الجميع إلا القائم لم تمر بذكاء، خطفها سالم. مالكم أعادها ويحضر بروح ورغبة وهذا واضح إذ يدخل الصندوق ويحاول، وتغيرت الكرة إلى ركلة زاوية. اي والله واضح يحاولون. شوف التقدم الآن، ماتيتش يحضر الكرة من جديد جميلة لكنها في أحضان بونو. ياسين بونو لمسة، يا لها من انطلاقة. ميشائيل حضرها أمام الصح، ولكن الصح فيها محمد. وحضورا وتشجيعا بالكعب من سافيتش. خطوات جميلة، يتحرك ويسدد في الشباك الجانبية. كان متروفيتش ينتظر تمريرة الرد لكن فكر في التهديف. على الجانب الأيمن وصلت إلى بقير، الكرة تسدد. الله، وبونو يظهر أيضا. هكذا سدد التونسي أمام المغربي، وهكذا بقير إذ يعول فيه مع زعيم الجنوب أكثر من أي لاعب. لمصلحة، يا سلام من بقير، والكرة لكنها في النهاية سهلة عند بون. ب3 دقائق وأنه سيكتمل، وأنه لن يبقي ولا يضر على مستوى الشباك والأهداف وكل فريق وحارس يكون أمامه. تنتظر أيضا الثلاثاء المقبل مباراة معدة، حيث الهلال كان قد تقدم بهدفين في الشوط الأول، لكن أبها يبادر مبكر في الشوط الثاني. في 10 ثواني كاد أن يصل. الراية رفعت على هذا الهجوم السريع والمبكر. حالة تسلل الشوط الأول أولا عن طريق سافيتش ثم مترو، الآن حسن العالي بنفس الطريقة ويسدد كرة. هذه المرة ذهبت في الجهة المقابلة، رمية جانبية وصل الجهة اليسرى. كامانو ينجح الغيني بالمرور ويرسل كرة طالت وذهبت إلى ركلة مرمى. إذا حقق، طبعا تكلم عن ليس بصفة عامة. مالكم سالم لمسة، الله، لو أنها وصلت، لكن راية كانت قد رفعت على ميشائيل. سافيتش، مالكم لمسة مع سالم، يمرر مترو، السفاح يسدد تدار سالم. ينجح الروماني القحطاني، محمد ناصر والشهري. الآن تقدم سالم، يتحرك الآن، يرسل الكرة فيها إنقاذ ناجح من سعد ناطق. تذهب الكرة إلى ركلة زاوية. الهلال يتسيد الآن. عادت الكرة من جديد، هوبا، والعارضة يا ميشائيل، العارضة بواقعية بصراحة رغم تفوق لرفاق سالم، لكن في واقعية فرصة. كامانو، تسديدة من كرجوفياك بعيدة عن المرمى. وروبن نيفيز، كرة وصلت إلى كوليبالي من جديد، لمسة تغطية ناجحة من كوليبالي. كرة تصل باتجاه بونو. نادي الهلال من المحليين. الآن الكرة إلى ميشائيل، الكرة في الشباك. توجت أداء سالم المثالي ليسجل هدف التاسع في الدوري. الله يا سالم، لكن ميشائيل فعل كل شيء، تقدم وراوغ لتصل في النهاية إلى من؟ أصبح
طموح الأندية هي التسجيل فقط في مرمى ياسين بونو ومرمى نادي. اليوم ياسين بونو يصل إلى المباراة والحضور الكبير جدا في هذه الأمسية هنا في الملز. بعد ذلك التعاون، ولا تنسوا التعاون أنه في المركز الثالث مع الأهلي. الآن سافيتش ثنائية تكتمل وهدفها السابع يكتمل الآن. سافيتش يبدأ كل شيء وينتهي إليه. هكذا بدأ الأهداف الأربعة وهكذا سجل الشهراني. كوليبالي يعيد كرة باتجاه بونو. أي نتائج يحقق الهلال؟ 4 أهداف في الاتحاد، مباراة ال4-3، 6 أهداف في الرياض، سجل كذلك 6. الآن الخامس ويسجل الخامس الآن. كنو يسجل هدفه الثالث في الدوري. الله يا زعيم، هكذا نجح في الحصول على الكرة من أمام عبد الله الشمري. سافيتش وكنو عند الحزم. الآن محاولة تصل كاد من خلالها 5 دقائق على نهاية الأصلي والسادس. الله وي والله، وفي عز الكلام سكت الكلام. روبن نيفيز أيوب ثالث سداسياته، السابع. القائم رفض ذلك. عبا سعد أمام هذا الهجوم، قلب دفاع أفضل ما يقدمه، ومع ذلك 6 هلالية. بونو يحصل على الكرة. من يوقف هذا الغول لحظة؟ من يوقف؟ تخيلوا معي لاعبي الهلال جميعهم سجلوا اهداف في جميع البطولات. اتكلم طبعا يعني على مستوى الله. الشمري علوش يرسل الكرة تصل من جديد عليك، تعود الكرة الى ياسين بونو. خلاص اكمل ياسين مباراة ال11 بشباك نظيفة. 19 على مستوى جيسوس. كرة تصل من جديد، الكرة الله على كرة على الجهة اليسرى. البريك مرة أخرى. الله، منه بدأ كل شيء ومنه انتهى. الأهداف ال7، 7 نجوم. إنها ليلة سافيتش وهاتريك سافيتش. يا لهذا الخيال، الله يا عالم. سباعية للهلال صافرة النهاية. ليلة عظيمة للزعماء وأداء غير عادي. دخل المغربي إسماعيل الصباري لاعب ايندهوفن مرة أخرى ضمن التشكيلة المثالية للجولة 16 من البطولة الهولندية الإيرديفيزي، وهي المرة الثانية التي يفعلها الصباري بعدما كان ضمن التشكيلة المثالية في منافسات الجولة 11. وقدم إسماعيل الصباري أداء رائعا خلال فوز فريقه الكبير على مضيف أزيد القمار بنتيجة 4-0، حيث سجل هدف فريقه الثاني في الدقيقة 11
كما صنع الهدف الرابع من تمريرة حاسمة في الدقيقة 57، وحصل الصباري على أعلى نقطة خلال هذه المباراة وهي 8.5.